لو جينا نختار افضل 10 مسرحيات في تاريخ المسرح الكوميدي هيكونوا مين، ومين الفنان الوحيد اللي هيدخل باكتر من مسرحية؟ هحكي لك. رقم 10 معانا وهي مسرحية على الرصيف بطولة سهير البابلي وحسن عابدين. المسرحية كانت من إنتاج سنة 87. خليني أقول لك إن المسرحية دي تعتبر من أجرأ مسرحيات مصر في الكتابة السياسية، كمان إن يدخل فيها الطابع الكوميدي جعلت من المسرحية كتابة قوية قوي لكتابة المسرح الكوميدي السياسي في مصر. اعمل أنت وزير الداخلية ولا؟ أنا مش هروح النهاردة. ولكن لما تيجي تتنفذ وتقف سهير البابلي على المسرح تلاقي ان حسن عابدين بجلالة قدره واقف بيتفرج عليها في المشاهد اللي بتخرج فيها على النص كأنه واحد من الجمهور. سنة 80 قالوا لنا هتطلعوا من عنق الزجاجة بس احنا مرضناش. سهير البابلي كانت دايما أسطورة من أساطير المسرح، ولكن مسرحية على الرصيف هي اللي تألقت فيها سهير البابلي بكل الموهبة اللي بتمتلكها. رقم 9 وهي مسرحية حزمني يا بطولة حسن حسني. المسرحية تم إنتاجها سنة 94، وخليني أقول لك إن المسرحية دي هي اللي قدمت نوع من الكوميديا اعتمد عليها جيل الألفينات كلهم، على رأسهم وأولهم هو محمد هنيدي اللي المسرحية دي جعلت له اسم في عالم الكوميديا. ربنا يحمي له، ده عيل صغير يا بهيم كان لابس شورت وصندل. ركز بقى، الصندل كان في رجله مش في وشه. حسن حسني في مسرحية حزمني يا ابتكر نوع جديد من الكوميديا، نوع جديد فضل عايش معاك بجيل الألفينات، منهم محمد هنيدي وهاني رمزي ومحمد سعد وغيرهم من نجوم فضلوا عايشين بالكوميديا اللي اخترعها وابتكرها حسن حسني في مسرحية حزمني يا. رقم 8 معانا في قائمة أفضل مسرحيات كوميدية في تاريخ مصر هتكون لمسرحية رايا وسكينة، أفضل معالجة للقصة على المسرح بشكل كوميدي وتراجيدي في نفس الوقت. يا لقمة غسلين قلقاس. ما بين الإبداع الكتابي لمعالجة قصة رايا وسكينة على المسرح، وما بين مدرسة المدبوليزم، وما بين خفة دم سهير البابلي وأحمد بدير على المسرح، تكون معالجة جديدة لقصة رايا وسكينة، وبالأداء الأسطوري لشادية على المسرح تعمل رؤية متكاملة لمعالجة جديدة تبع رايا وسكينة. رقم 7 معانا وهي مسرحية الزعيم بطولة عادل إمام. مسرحية الزعيم هي تاني أجرأ مسرحية سياسية من وجهة نظري اتقدمت على المسرح المصري. لسه الرئيس هيقعد يتفتف وبتاع، مش فاضيين احنا الحاجات دي. الزعيم يلهط على طول. ولكن اللي هي تعتبر في القايمة أفضل من مسرحية على الرصيف، لأن كوميديا عادل إمام كانت جريئة وواضحة أكتر من أي كوميديا أنت ممكن تقابلها، وفي نفس الوقت الكلام واضح بنوع من الكوميديا، مش واضح بنوع إنه بيفاجئك ككلام سياسي أنت بتضحك على المعاناة اللي فيه. عايز فلوس ياخد فلوس، هو محتاج فلوس، اللهم صل على النبي، ده بيركب ببلاش. إلا إن عادل إمام قدر في أكتر من مشهد يتكلم بجراءة ووضوح صريح جدا لكل الناس، إلا إنه قادر يخليك تضحك من الكلام اللي بيقوله، برغم إن الكلام فج واضح قوي إنه إسقاط سياسي في كل مشهد في المسرحية. رقم 6 معانا وهي مسرحية مدرسة المشاغبين بطولة سعيد صالح أولا وعادل إمام ثانيا، بعد كده سهير البابلي ويونس شلبي وحسن مصطفى وأحمد زكي وهادي الجيار وغيرهم من اشترك في هذه المسرحية. إلا إن مسرحية مدرسة المشاغبين النقاد ما سابوهاش في حالها، لأنهم بيقولوا إن الكوميديا اللي فيها هي اللي دمرت التعليم في مصر، ولكن في الحقيقة هي كانت بتنقل الواقع. مرسي الزناتي، الله يلعن ابو مرسي على ابو اللي جابه. انت عايز ايه؟ ولأنها كانت من أوائل الروايات اللي تكون واضحة وصريحة لنقل الواقع بالشكل ده يمكن تكون اتهاجمت، ولكن مدرسة المشاغبين جت بتنقل اللي كان حاصل في الواقع واللي يمكن حاصل لحد النهاردة. هو ده المنطق؟ امال الله، انت بتذاكر من ورانا ولا ايه؟ كوميديا سعيد صالح من وجهة نظري في مسرحية مدرسة المشاغبين هي اللي عملت كوميديا مدرسة المشاغبين. الخروج عن النص بالنسبة لسعيد صالح كان تعتبر هي حياته على المسرح، يعني فاكرين مثلا المشهد بتاع كلمة منى من أول المشهد لآخره كله من وحي سعيد صالح ومن خياله ومن حضوره لحظتها على المسرح، يعني كل ده كان من خارج النص المكتوب. رقم 5 معانا هي مسرحية تخاريف بطولة محمد صبحي. مسرحية تخاريف هي الأصعب كصناعة على المسرح في كل المسرحيات اللي انت يمكن تكون اتفرجت عليها في حياتك كلها، لأن محمد صبحي مش بس تقمص 5 شخصيات على المسرح، كل شخصية لها صفاتها ولها الطباع الخاصة بيها على المسرح. مش مشكلتي يا اخويا، ما تقوليش جاي يا حبيبي، انا اقولك على ده وطباخ عليا.
إلا إن الديكورات بكتابة النص المسرحي بكل اللي وقفوا على المسرح كانوا بيتغيروا ما بين كل قصة والتانية بتظهر قدامك. انا عايز معايا حكومه واعيه، حكومه تلعب بالبيضه والحجر. مسرحية تخاريف هي أكتر مسرحية ممكن يكون فيها مجهود واضح قدامك على المسرح، مش بس عشان محمد صبحي تقمص شخصيات كتير، يعني عندك مثلا هو تقمص شخصيات كتيرة في مسرحية الجوكر، ولكن أكتر شخصية كان مهتم بيها وكان ليها تفاصيل كتير هي شخصية عم أيوب اللي ليها تفاصيل واضحة جوه الشخصية، من الدكتاتورية للغنى للقوة لتسلط المرأة للجاذبية، لكل شخصية عملها محمد صبحي في المسرحية كانت كل شخصية ليها تفاصيل على المسرح، ده غير فريق عمل محمد صبحي وطبعا كلهم بقيادة الكاتب لين الرملي ساعتها. رقم 4 معانا وهي أسطورة سمير غانم، مسرحية المتزوجون. يا ليلي يا ليلي يا ليل. اهتمام سمير غانم لاكسسوارات المسرح كانت دايما هي اللي بتعلق الشخصيات مع الجمهور في كل مسرحية بيعملها، يعني فاكرين مثلا العصاية الطويلة اللي دخل بيها المسرح في أول مشهد ليه في المسرحية؟ مسرحية المتزوجون هي المسرحية الكوميدية اللي اتكتبت بطراز عالي قوي لنوع الكوميديا اللي فيها، ولكن لو جيت سألتني ايه افضل مسرحية بالنسبة لك لسمير غانم هتكون مسرحية جحا يحكم المدينة، ولكن مسرحية المتزوجون هي الاكثر شعبية والاقرب لقلوب الناس كنوع كوميديا سمير غانم اللي الكل حبها. رقم 3 وهي رائعة من روائع الأستاذ وهي مسرحية سك على بناتك. 6 كيلو سمك وجمبري والحاج عبد الموجود موجود، ده الكوبري اللي في وسطيكم. مسرحية سك على بناتك يمكن فكرتها بتتلخص في آخر جملة قالها فؤاد المهندس على المسرح، وهي إنك فعلا لازم تخاف على بناتك وتسك عليهم ولكن تديهم المفتاح، ولكن اللي حصل في المسرحية دي هو مشهد صامت تماما لمدة 10 دقايق إن لم يكن ربع ساعة كمان. فؤاد المهندس قدر يعمل مشهد كرتوني على المسرح بالأبطال اللي مشاركين عليهم بني آدمين كلهم، ولكنك بتتفرج على مشهد من توم وجيري قدامك على المسرح. ما بين تشارلي تشابلن ولوريل وهاردي هتلاقي ان فؤاد المهندس عمل لك مشهد اسطوري على المسرح وكان ابداع ان الناس بتضحك ومفيش كلمة بتتقال. رقم 2 معانا وهي المسرحية اللي ما بتموتش، المسرحية اللي كل ما بتتعرض بتقعد وتتفرج وتسمع اللي بيتقال وترجع وتضحك عليه من تاني، وهي مسرحية العيال كبرت بطولة سعيد صالح. مسرحية العيال كبرت هي اللي بتأكد وجهة نظري في ان سعيد صالح كان السبب الرئيسي في نجاح كوميديا مدرسة المشاغبين، لان العيال كبرت عاشت اكتر ما عاشت مسرحية مدرسة المشاغبين كنوع كوميديا للمسرح. منامور رمضان بطيخة بقى منامور، وده بسبب نوع واسلوب كوميديا سعيد صالح على المسرح، الكوميديا اللي دايما جايلك من المستقبل، الكوميديا اللي بتواجهك بكل مشاكل المجتمع ولكن من كتر ما هي قويه انت بتضحك على المشاكل اللي انت بتعاني منها في مجتمعك. مسرحيه العيال كبرت تعتبر اسطوره من اساطير المسرح المصري، الاسطوره اللي فضلت عايشه الاجيال كتيره فاتت وهتفضل عايشه الاجيال كتيره جايه. رقم 1 معانا وافضل مسرحيه بالنسبه لي في تاريخ المسرح الكوميدي، وهي المسرحيه اللي تم انتاجها سنه 69 وهي مسرحيه سيدتي الجميله بطوله فؤاد المهندس وشويكار. الشيء اللي مش قادر افهمه اني كنت لابس قميص ب6 زراير. روعة مسرحية سيدتي الجميلة مش بس اللي اتقدم على المسرح او اللي انت شفته في التلفزيون، ولكن روعتها في القصة اللي ورا بناء المسرحية نفسها، وهو سمير خفاجة وحلمه المسرحية سيدتي الجميلة. القصة اصلا من تأليف جورج برنارد شو العالمي، ويجي سمير خفاجة ويبقى عنده حلم انه يقدم مسرحية سيدتي الجميلة على المسرح المصري، ولكن كان دايما حلمه بيكبر واحدة واحدة، فيستعين ببهجة قمر انه يكتب معاه الرواية، ولكن سمير خفاجة كان عايز يقدم المسرحية دي على اعلى الطراز زي ما كان حلمه بيقول له، فيسافر لاكتر من مكان يجيب ديكورات المسرح من بره، وفي نفس الوقت يتفق مع الاوركسترا الموسيقى العربيه انهم يالفوا الموسيقى التابعه للمسرحيه نفسها. وما بين الاهتمام بالازياء وما بين الاهتمام بكتابه المسرحيه والاهتمام بابطالها تطلع مسرحيه سيدتي الجميله اللي عاشت لاجيال كتيره ولسه هتفضل عايشه لدرجه انهم حاولوا يرجعوا يعملوها من تاني، ولكن لما عملوها نسيوا انها كانت فكره
فكرة سمير خفاجة، وكانت حلمه ومشروعه مش بس بهجة قمر. يا نهارك اسود، وما تفكرش فيا ليه؟ هفية مش عاجباك؟ يا ست هانم مش ده السبب، الموضوع وما فيه. مسرحية سيدة الجميلة كانت نقلة في عالم المسرح الكوميدي، نقلة ما بين جيل نجيب الريحاني وعلي الكسار لجيل فؤاد المهندس وشويكار وعبد المنعم مدبولي. فبالتالي الاهتمام لكل تفصيلة في مسرحية سيدة الجميلة تجعل منها أهم مسرحية في تاريخ المسرح الكوميدي المصور من أول ما بدأ لحد النهاردة. دول كانوا بالنسبة لي أنا أهم 10 مسرحيات في تاريخ المسرح الكوميدي المصور لحد النهاردة. القايمة ممكن تختلف ما بيني وما بينك، فقول لي انت بقى رأيك في القايمة اللي انا قلتها، وقول لي اذا كانت قايمتك مختلفة وفيها مسرحيات تانية ولا لا. مستني رأيكم في التعليقات. اشوفكم الفيديو الجاي.